حركة جديدة من حركات لغة الجسد، الودن والايد. ازاي اعرف الشخص اللي قدامي مش قادر يسمع او مش مصدقني او الموقف ده ضغطه قوي فمش عارف يتعامل معاه. اول حاجة لما الشخص يبتدي وانت بتتكلم وهو باصص لك وانت وعمال يعمل كده، هو في الغالب ممكن يكون في احتمال مش مصدقك، بس هو هنا حركته خفيفة ما ضغطش، او ان هو هرش هنا او عمل اي حركة بالطريقة دي فهو مش مصدقك. طب لو ابتدى يضغط، يعني هو بيعمل حاجة كده فيها ضغط، الكلام اللي انت بتقوله موتره وقلقه ومش عارف يتصرف اتجاهه ازاي، ويا سلام لو ما تتكلمش فيه. طب حتى لو الموضوع ما يخصوش، او حتى الموضوع ما يخصوش، ممكن يكون بيفكروا بحاجة عاشها مش حابب يتعامل معاها، المهم ان هو مش عاوز يسمع الكلام ده وابتدى الموضوع يضغط عليه قوي. فلما حد عارفين الحركة اللي هي دي، اللي هو اخرس بقى اسكت في نص الكلام، او انا بحاول، انت قلت حاجة بحاول اتوه في الموضوع عشان الاقي رد، فانت قلت جملة من شوية كل اللي انت بتقوله بقى هو مش سامع، هو بيدور على حاجة يرد عليها في اول الكلام خالص. فدي حركات الايد على الودن. استنونا في حلقة تانية.